أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مسلسل العربجي الموسم الثاني. الحلقة السابعة جدا خطيرة ومثيرة ومشوقة. تابعوا معنا. بعد هرب الداي بدور من منزل بدرية خانم، الحارة قائمة قاعدة يبحثون عنها. وخلال ذلك الرجل الذي أرسله عبد العربجي للهرايسي وصل لمنزل الهرايسي وهو مختبئ عنده، والهرايسي في حالة خوف خشية أبو حمزة ورجاله. وفجأة يصل جبر ليخبر الهرايسي أن بدور هربت وعليه جمع الرجال للبحث عنها فورا. الهرايسي يقول لجبر: ليش ضل الرجال بعد ما المتصرف أخذهم كلهم؟ انت روح وانا هلق بلحق فيك وبظبط الوضع، لا تاكل هم. بدور تصل لمنزل صديقتها نورية التي ظنت أنها فسدت عليها المرة الماضية لبدرية خانم، ووجدت عندها رجل كبير في العمر. سألتها: ليش يا خاينة سميتي وسلمتيني لبدرية خانم ورجالها؟ ومين هذا الرجال اللي عندك؟ لك هذا أبي الذي سحب الخنجر ووضعه على رقبة بدور التي أخبرتهم أنها سممت بدرية خانم وقتلتها. الرجل يتعاطف مع الداي بدور ويقول: إذا كلامك صحيح وقتلت بدرية خانم راح ساعدك إذا بدي موت. نوري أحضر الطبيب لبدرية خانم التي شربت السم بعد وضعه في شراب العنب، والطبيب يحاول إنقاذها بكافة الوسائل. ونوري يقول ويقف مصدوم بعدما شاهد ما فعلته بدور بوالدته. الطبيب يطمئن نوري إنه أمه لبكرة الصبح بتتحسن وما تخاف، ويذهب الطبيب ونوري ينزل لأرض الديار وينادي على الخادمة أم محمود ويقول لها: ليش انت ما شربتي من شراب العنب؟ فتقول أم محمود التي تتذكر كلام بدور إنني قالت لها ألا تشرب من شراب العنب لأنها وضعت فيه منوم، وبالفعل أم محمود لم تشرب من الشراب. ونوري ما زال لا يصدق ما يسمعه من أن بدور فعلت كل ذلك، ويخبر الخادمة أم محمود أن الشراب ليس فيه منوم بل يوجد فيه سم، وأن بدور أرادت قتلنا جميعا. أم محمود نشف دمها بعد ما سمعت الخبر. والد نورية قام بإلباس بدور لباس المرحوم شومان لكي لا تستطيع الحراس ورجال أبو حمزة كشفها ليستطيع تهريبها خارج الحارة، ويطلب من نورية أن تكون حذرة من رجال بدرية خانم. والدة وداية بدور تطلب من نورية أن تدعي لهم، ونورية تقول: ليش انتي ما بتخاف عليكي وبالعادة بتخلطي حالك من أي مشكلة كانت؟